يا صباح الفل عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا. صباح الفل عليكم من مطروح. بس النهاردة هاخدكم جولة في شقة المصيف، وخصوصا عند مسجد العوام. أنا خدت شقة المصيف. البرج هو برج الحاج عبد السلام جرناس. يلا بينا ناخد جولة في البرج والشقة، وكمان أقول لكم الخدمات اللي موجودة حوالين البرج. هتعرفوا كل حاجة. بس قبل ما أبدأ في أي حاجة، اللي لسه أول مرة يشوف قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، ولايك على السريع عشان نبدأ في الفيديو الحلو ده على طول. مكان بقى البرج هو بالظبط تحديدا بعد مسجد العوام أو ورا مسجد العوام. هتلاقوا في الشارع ده على ايدكم اليمين معرض العوام، وده فيه جميع انواع او حاجات البحر او الحاجات اللي ممكن تلبسوها على البوركيني. وكمان هتلاقوا حاجات بيت وحاجات شنط وكل حاجة. هنا بقى عند البرج نفسه هتلاقوا تحتيكوا سوبر ماركت اسمه لؤلؤة البحر، وكمان هتلاقوا فيه بتاع سمك اسمه عماد. وتحت البرج بالظبط هتلاقوا أبو ربيع، وكمان هتلاقوا أماكن بيع العيش، وكمان هتلاقوا مكتب سفاري أو كمان ممكن تركبوا يخت عن طريق المكتب ده. وفي كذا حاجة يا جماعة، يعني هتلاقوا تقريبا جميع الخدمات موجودة تحت البيت. وهتلاقوا مطعم الفيديوي ده فول وفلافل، وهتلاقوا عصائر، وهتلاقوا يعني كل حاجة تقريبا. طبعا أبو ربيع الغني عن التعريف، في كمان فطاير وبيتزا وكريب وكل حاجة انتم ممكن تتخيلوها موجودة في الشارع ده. يعني مش هتدوخوا ولا تطلعوا بره عشان تجيبوا حاجة محتاجينها، كله من تحت البرج بالظبط. وكمان الخدمات في البرج ده حلوة جدا، يعني في ناس بتساعدكم لو عايزين أي حاجة، في أرقام تليفونات 2 موجودين بيساعدوكم بصراحة، وناس في قمة الاحترام بصراحة، وموجود أرقامهم من ناحية الأسانسير. يلا بينا ندخل بقى برج الحاج عبد السلام جرناز عشان نشوف شكله عامل ازاي من جوه. ده طبعا الريسبشن بتاع البرج، وكمان صراحة جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، رخام كله ومعمول بحاجة محترمة جدا. وهتلاقوا أسانسير، هو أسانسير واحد. الأسانسير ده بيخدم البرج كله، وبيبقى فيه ميعاد راحة اللي هي بتبقى من الساعة 2 ل4، ده مش بيشغلوا فيها الأسانسير بس. وكمان زي ما انتم شايفين كده حاطين الأرقام تليفونات لأي حد عاوز حاجة يطلب الناس اللي موجودة في البرج وهي بتساعد. زي ما انتم شايفين أنا بجرب لكم النوعين، إن انتم ممكن تركبوا الأسانسير تطلعوا على السلم. السلم زي ما انتم شايفين برضو مريح في الطلوع، وكمان في كذا شقة أو متقسمة على حوالي 4 شقق في الدور الواحد. ده أول دور، وده تاني دور بالنسبة لشقتنا، وإحنا خدنا الشقة رقم 10. يلا بينا بقى نشوف الشقة من جوه عاملة ازاي. وده المفتاح أنا بوريهولكم. أنا بحب أصور الديتيلز دي أو التفاصيل دي عشان بتفرق معايا جدا. ده الميدالية، وده الباب بقى، وشكل الشقة من جوه. دي السفرة أو المكان تقعدوا فيه تاكلوا، وكمان في شاشة زي ما شايفين، وفي شباك. والفيو بقى عندكم كنبة وكرسيين، وكمان تلاجة من جوه بقى. يلا بينا نشوف الفيو التحفة ده. بصوا بقى الجمال ده. أنا عايزة أقول لكم يعني أنا الحمد لله كنت بحمد ربنا جدا على الفيو ده. كان نفسي فيه بقالي فترة، ونفسي كمان يعني زي ما تقولوا كده أفتح ألاقي البحر قدامي. والقعدة زي ما انتم شايفين، ترابيزة و4 كراسي. وده طبعا المسجد، حاجة يعني غاية في الجمال صراحة. يعني الفيو اللي انتوا شايفينه ده هو الفيو اللي أنا يعني
كان نفسي فيه، وفي نفس الوقت كنت بدور على حاجة برضو يعني حلوة وفيها كل الخدمات زي ما انتوا عارفين يعني، وفي نفس الوقت يبقى فيو الممشى وكده، وبقى سهل ان انا اركب حاجة على طول واروح اي بحر او اي يعني اي شاطئ. وده حاجة مختلفة عن السنين اللي فاتت اللي انا كنت باخد فيها. خدت مرة في الفيروز برضو كانت على البحر، بس الصراحة الفيو ده هو عجبني جدا. طبعا الفيروز برضو بالمية بتاعتها بكل حاجة مختلفة طبعا. وهنا برضو العوام تدرجات ألوان المية برضو مختلفة. الاتنين حلوين يا جماعة بصراحة. كورنيش مطروح طبعا اللي احنا ما بنشبعش منه. بوريكم برضو هنا بقى التلاجة من جوه عاملة ازاي، بصراحة مساحتها حلوة برضو. والشقة بصراحة حلوة ومنظفينها، ودي حاجة جميلة قوي ان هما بيسلموا الشقة انت ما تتعبيش فيها. ودي طبعا موجودة في اي مصيف. وده الحمام، مراية والحوض كل حاجة، فحاجة حلوة بصراحة. وهنا برضو المطبخ، في جميع أدوات المطبخ اللي انتوا عايزين تستخدموها هتلاقوا فيه معالق في الدرج، وهتلاقوا فيه حلل لو عايزين تطبخوا حاجة، صينية عايزين برضو كل حاجة موجودة في اهو. وطبعا برضو وانتوا داخلين الشقة بتشوفوا كل حاجة موجودة، وهو الناس اللي موجودة دي مخصوصة يعني لو في حاجة ناقصة عندكم برضو ممكن تقولوا لهم حاجة مش كويسة أو عايزين تبدلوها، برضو بصراحة بيخدموكوا يعني خدمة حلوة. وهنا برضو أطباق وزي ما انتوا شايفين، والبوتاجاز بكل حاجة بصراحة موجودة. ندخل بقى على الأوض. ده طبعا الطرقة، ودي الأوضة الأولانية. هتلاقوا مروحة مش تكييف، لأن أصلا الجو على الكورنيش على طول، فهتلاقوه حلو جدا. وطبعا الشباك بيطل برضو على الكورنيش، وده الفيو بتاع الشباك الأوضة. يعني تقريبا يعني مش تقريبا، هو كل الغرف وكمان الريسبشن بيطل على البحر، يعني هتلاقوا البحر وراكم. فاحنا مش محتاجين اكتر من كده يا جماعه بصراحه. وهنا سريرين طبعا، هي شقه بغرفتين والغرفه فيها سريرين. وده الدولاب، هوريهولكوا برضو من جوه. في مكان ان انتوا تطبقوا هدومكم طبعا، والناحيه التانيه المكان اللي انتوا تعلقوا فيه الهدوم. تمام. وبرضو هنا هتلاقوا فيه مراية أو زي تسريحة كده. وهنا بقى الأوضة التانية. الأوضة التانية برضو فيها سريرين، وفيها بقى بلكونة. دي برضو التسريحة. هاي. بصوا هنا بقى ايه الدولاب. دولاب جرار، التاني كان دولاب عادي تفتحوه بإيديكم. ده دولاب جرار برضو. هنا مكان تعلقوا فيه، وفيه زي رف فوق. والناحية التانية مكان اللي انتوا بتطبقوا فيه الهدوم. صراحة يعني تحفة بصراحة. يعني هو أنا مختارة أصلا الشقة عشان الفيو. وطبعا هنا البلكونة أوريها لكم دلوقتي، بتطل طبعا على الكورنيش برضه، وهتلاقوا المسجد وكده. أحلى حاجة إن انتوا تسمعوا الأذان يبقى جنبكم على طول وتقوموا تصلوا. بصراحة حاجة ممتعة بصراحة. وأصوات الشيخ كده مريحة للقلب وكل حاجة. طبعا الفجر بقى أوريكم بقى الفجر والشروق وكل حاجة. وهنا منشر زي ما انتم شايفين. وهنا الفيو بتاعنا صراحة حلو جدا. وفي برضو أماكن يعني هو الشقق كلها حلوة بصراحة. بس يعني طبعا الأسعار بتختلف بالنسبة لرؤية البحر زي ما انتم عارفين.
اخترنا اللي هو وسط، اللي هو ولا عالي قوي ولا اللي هو منخفض. ده يعتبر الدور الثالث. يعني حتى برضو لو حصل ان هو راح للاسانسير اللي انا قلت لكم عليها، ان انتوا تختاروا برضو دور ما يكونش عالي قوي. بس هم عاملين الموضوع بتاع الاسانسير ده عشان طبعا انتوا عارفين استهلاك الاسانسير، وهو اسانسير واحد بالنسبه للبرج كله. بس حلو جدا برضو زي ما قلت لكم. وده الفيو زي ما قلت لكم بيطل على كذا شارع من ناحيه العوام، فموقعه حلو جدا بصراحه. وفي برضو الرؤيه زي ما قلت لكم، رؤيه البحر حلوه. وطبعا المسجد العوام كنا واصلين هنا يوم الجمعه، فاستمتعنا بصراحه. وهنا كان في برضو صلاه الجمعه وكده. وهنا الباراشوت اللي انا بوريه لكم ده من بعيد. هقول لكم برضو الاسعار تقريبا بتبقى، اللي انا سالته يعني السنه دي كان 500 جنيه بالنسبه للفرد. يعني فردين 1000. ممكن فرد واحد يركبه وممكن فردين حسب. بيبقى حوالي نص ساعه. وطبعا زي ما انتم شايفين في يخت كتير بيبقى جاي من بعيد بقى وشكله تحفة يا جماعة بجد. يعني سواء انتوا ركبتوا او شفتوا اليخت وكده، هوريكم برضو من ضمن الرحلات اللي احنا خدناها هي رحلة اليخت، واقول لكم ايه المميز في رحلة اليخت وايه المختلف عنها وعن شرم الشيخ. الموضوع اليخت ده يعني لسه كان جديد، من يعني ما بقالوش مثلا سنة سنتين. فاقول لكم ايه المميز في ده، واقول لكم حلو ولا وحش وتجربتي كانت عامله ازاي. ده المسجد انا بوريه لكم. بصراحه انا كنت نفسي قوي برضو، بقالي فتره انا باجي مطروح طبعا بقالي كتير قوي، فكان نفسي اسكن ناحيه العوام او المسجد نفسه يعني. وانا بوريكم هنا شكل الشارع بالليل عامل ازاي، والمسجد بصوا منور ازاي. شكله تحفه بصراحه. وهنا بقى من ضمن الحاجات اللي بيعملوها في البرج ان هم بيشغلوا شاشة تحت البرج. دي برضو من ضمن الخدمات، ان انتوا ممكن تقعدوا تحت البرج كده وتشربوا حاجة او تاكلوا حاجة. خصوصا كمان ان تحتكم ابو ربيع، يعني مش هتتعبوا في حاجة، كأنكم بقى لبستوا ونزلتوا كده وقعدتوا على، يعني ما بعدتوش. برضو من ضمن الحاجات اللي الناس بتعملها. هنا برضو بوريكم هنا الشروق، والمنظر كان عامل ازاي قبل الشروق. برضو بحاجة بسيطة، كانت لسه الشمس يعني بتطلع وكده. يعني قولوا لي رأيكم في الفيو الحلو ده، سواء بقى صبح ليل شروق. يعني قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي انتوا حابين بقى تسكنوا في حاجة زي كده ولا لأ. وهقول لكم برضو السعر طبعا بيختلف من موسم لموسم ومن شهر لشهر. فهقول لكم برضو انا طلعت مع مين، في ايه المميز في الشركة وكده. ده طبعا شكل الفيو قبل تطلع الشمس بحاجة بسيطة. دي هوريكم برضو في خلال الفيديو ده الشكل بتاع الفيو الصبح بدري. انا صورت في اوقات مختلفة كده لاني بحب قوي اشوف منظر الشروق، واشوف برضو الصبح عامل ازاي، ويبقى الهدوء كده والسكون مالي المكان مع كوباية الشاي ابو لبن. بحاول اعيشكم في الاجواء عشان ان شاء الله انتوا كمان تطلعوا وتشوفوا الفيو التحفة ده. ايه اكتر حاجة بتحبوها في مطروح؟ برضو اكتبوا لنا في الكومنتات تحت ايه اللي نفسكم تشوفوه. هنا بالنسبة للصبح بدري كان عامل ازاي؟ بصراحة حاجة في منتهى الجمال يا جماعة. هدوء بقى وسكون كده. في ناس برضو بتمشي على فكرة، ناس بتسهر بالليل وترجع الصبح بدري عشان تشوف الشروق على الكورنيش. فدي حاجة ممتعة جدا وحاجة غاية الجمال. أما هنا
انا بوريكم الفيو بتاع كورنيش مطروح السنه دي، والمختلف جدا 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 عن السنه اللي فاتت في ان هما هتلاقوا اللسان موجود عندكم. قولوا لي بقى رايكم تحت في الكومنتات، الفيو بتاع السنه دي احلى ولا بتاع السنه اللي فاتت؟ وقولوا لي عايزين تشوفوا ايه في مطروح. وكمان المختلف كمان السنه دي ان هو عاملين ميداليه جديده برضو للشقه زي ما انتم شايفين، فكل حاجه مختلفه وحلوه جدا السنه دي. وبرضو السنه دي جبنا من نيو سلطانه الغني عن التعريف واللي لازم كل سنه نجيب منه فطير ابو سكر، كمان جبنا السنه دي منه بيتزا وكانت طعم حلو جدا، بيتزا ببروني جميله جدا يا جماعه. انصحكم ان انتم تجربوا سواء البيتزا او الفطير، هتدمنوه كل يوم هتروحوا تلاقوا نفسكم عايزين تروحوا تاني. فجأة بالليل واحنا بنتمشى في قدام مسجد العوام لقينا الباندا الكيوت القمر دي كانت بتلعب مع الأطفال وكانت بتتصور معاهم وكمان كانت بتخض الناس فحبيت ان انا اوثق اللحظة واوريها لكم برضو شكلها كيوت دي وهي بتخض وتمشي وراه. نيجي بقى لأسعار أو سعر الشقة اللي أنا كنت فيه. طبعا زي ما انتوا عارفين إن الأسعار بتختلف من شهر لشهر ومن يوم ليوم كمان زي ما انتوا عارفين، وكمان زيادة السولار أو أي حاجة بتحصل بيبقى فيه تكاليف عليك. ولكن الشركة اللي أنا طلعت معاها هي شركة معاك ترافل، والشركة بتاعت السنة اللي فاتت هي شركة أهلا مطروح. الاتنين ممتازين جدا وكويسين جدا. ولو عاوزين تقسطوا المبلغ، يعني مثلا لو انتوا طالعين في شهر 6 ممكن تقسطوا قبل شهر 6 بحوالي 5-6 شهور المبلغ اللي عليك. فطبعا دي حاجة حلوة جدا لأي مثلا عيلة ممكن تطلع مع بعضها. طبعا مكان الشقة أو الشقة نفسها تختلف حسب فيو البحر أو طبعا رؤية جانبية للبحر، فده طبعا بتفرق في السعر. وكمان عدد الغرف بيفرق في السعر برضو. يعني الشقة اللي احنا كنا واخدينها هي شقة غرفتين وكل غرفة سريرين، يعني سعر حوالي 4 أفراد. طبعا كل ما تزيد الغرف كل ما يزيد عدد السعر. وطبعا زي ما قلت لكم بتختلف حسب رؤية البحر. بس ده بالنسبة لسعر الشقة. بالنسبة لسعر الأكل اللي أنا أكلته زي ما قلت لكم أنا أكلت من نيو سلطانة البيتزا دي اللي هي الميني ب130 جنيه، يعني أسعار حلوة جدا. وطبعا الفطيرة برضو الطبق الواحد ب85 جنيه، فطبعا الأسعار حلوة جدا برضو مش غالية أو مكلفة خالص. وسعر البطاطس عند أبو ربيع اللي موجود تحت البطاطس المحمرة السندوتش عامل 12 جنيه وفي حوالي 4 جنيه خدمة. فإحنا كنا جايبين 3 سندوتشات و4 جنيه خدمة يعني 40 جنيه، فبرضو ده مش سعر خالص بالنسبة للسندوتشات. وسعرهم برضو حلو جدا، يعني تقريبا نفس أسعار القاهرة، فمش هتقلقوا خالص من الأسعار اللي موجودة هناك. في طبعا الرحلات اللي جاية إن شاء الله هقول لكم الأسعار وإزاي توفروا في مطروح حلو جدا، وإزاي إن انتوا تطلعوا رحلة للشاطئ وانتوا مش دافعين كتير. وهقول لكم برضو أسعار الشواطئ هناك، وكل ده هتعرفوه من الفيديوهات الجاية. عشان كده بقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان ده مهم جدا، عشان الفيديوهات الجاية اقول لكم طبعا اسعار عاملة ازاي وحلوة ولا لأ، وتوفروا ازاي برضو في مطروح وتتفسحوا وتنبسطوا. كل ده هتعرفوه في القناة بتاعت شوبينج ست البنات. بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو لسه اول مرة بتشوفوا قناتي تابعوني بقى عشان اوريكم حاجات كتيرة جدا في مطروح. وباي باي.